تعال اقول لك. في يوم من الايام في القرون الوسطى في فرنسا، ام عبير كانت عامله اجتماع عندها في البيت، وبتقول لا الرجاله دي لازم تتظبط. الرجاله بقت بتبات بره وبتغيب بره ومش عارف ايه. طلعت واحده فيلسوفه من ضمن النساء المحترمات وقالت احنا نجيب لهم سم. ام عبير قالت لها الله يخرب بيتك، بقول عايزين نحط حد مش نقيم عليهم الحد. قالت لا لا سم بس مش هيموتوا. قالت لها ما دام كده ماشي. المهم ان هما يجيبوا سم ويحطوه في اكل الرجاله الصبح، وتقول له تعالى يا حبيبي تعالى يا ابو عبير كل احلى فطار لاحلى عيون في الدنيا. وياكل. يفضل طول اليوم زهقان وقرفان وتعبان وبطنه وجعه ودماغه مصدعه طول اليوم على كده. يروح البيت بالليل تحط له العشاء وتروح حاطه له في العلاج. ياكل العشاء 5 دقايق من هنا يلاقي دماغه راقت والدنيا بقت جميلة والصداع راح وكل حاجة بقت تمام. يقول لها والله يا ام عبير فعلا الواحد راحته في بيته. اه راحته في بيته فعلا الحمد لله. جزاك الله خيرا يا ام عبير. كل واحد يخلي باله من نفسه. اللهم بلغت اللهم فشل.